حاجة غريبة وموضوع ملفت فعلا للنظر. زمان كنا دايما بنعرف معظم أسماء الوزراء، ده وزير إيه وده وزير إيه، وعارفين أسمائهم. طيب ليه بقى دلوقتي مش بنفتكر منهم غير اسمين 3 بالكتير؟ ده لو عرفناهم أصلا. والله أنا كنت فاكرة إن أنا الوحيدة اللي بتعاني من القصة دي، وساعات كتير كنت بتهم نفسي بالجهل والتخلف السياسي، وكنت أتعمد أسأل صحابي وقرايبي عن أسماء الوزراء، فبلاقي معظمهم مش عارف أسماء معظمهم زي بالظبط، لغاية ما قريت التغريدة اللي كتبها امبارح الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة. ساعتها استريحت نفسيا. الدكتور العكش في التغريدة بتاعته بيقول: تخيل يا مؤمن وأنا رجل سياسة وإعلام، أول مرة أعرف إن وزير الاتصالات اسمه عمرو طلعت، وأنا إعلامي بالتلفزيون المصري منذ عام 1991 ومتابع لكل شيء. بس اللي عايز أقوله إن عدم معرفة أسماء معظم الوزراء لا يمكن أن يمر مرور الكرام، فهذا يعتبر خطر كبير جدا، وله شرح سياسي واجتماعي وثقافي وإعلامي طويل قوي. انتهت تغريدة عمنا العكش، ومع إني معرفش إيه نوع الخطر السياسي والاجتماعي والثقافي اللي بيقول عليه ده الدكتور، لكن الحمد لله إني مش أنا لوحدي اللي ما يعرفش أسماء معظم الوزراء. يا ترى الموضوع ده سببه إيه؟ وهل ده فعلا تقصير مننا إحنا ولا من السادة الوزراء؟ الله أعلم. لو انتوا كمان ما تعرفوش أسماء الوزراء ابعتوا في الكومنتات وقولوا لنا، يمكن نلاقي حل سوا. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.